تخيل كده انت نايم مرتاح وفجأة تحس ان في حاجة تقيلة على صدرك. بتفتح عينك بس مش قادر تتحرك، مش قادر تتكلم، بتحاول تصرخ بس صوتك مش طالع. تحس ان في حد واقف في الضلمة، حد بيراقبك. ده مش كابوس، ده الجاسوم. من زمان الناس كانت بتتكلم عن الجاسوم ككائن شرير بيجي بالليل يجثم على صدر النايم ويخليه مشلول تماما. في أوروبا كان اسمه الشيطان الليلي، وفي اليابان بيسموه كاناشيباري. لكن السؤال هنا، هو مجرد حلم ولا حاجة تانية؟ العلم بيقول إن الجاسوم هو شلل النوم، بيحصل لما العقل يصحى قبل الجسم، فتلاقي نفسك واعي بس مش قادر تتحرك. المشكلة إن أغلب الناس اللي مروا بالجاسوم شافوا نفس الشيء، كيان غامض، ظلال سودا. هل دي مجرد هلوسة ولا في حاجة أكبر من كده؟ انت حصل معاك الجاسوم قبل كده؟ وهل كان مجرد شلل نوم ولا كان في حد معاك في الأوضة؟ احكي قصتك في الكومنتات، بس خليك حذر لأن الجاسوم بيحب الناس اللي بتتكلم عنه.